السوداني بركب المتأهلين. لقد كان عبور الأزرق أشبه بخلاص من عنق الزجاجة. تعادله في البيضاء أمام الرجاء، واهتمام نادي إنيمبا بأمره حين هزم العنيد نادي القطن الكامروني مكناه من تصيد فرصة من ذهب في مربع الذهب. الفرحة كانت على المحيا، وحساب اللقاء المقبل أمام الترجي كان في المفكرة. نحن مسرورون اليوم لأننا وضعنا أنفسنا في مأزق في البداية، والحمد لله تأهلنا. الترجي فريق قوي ومتعود على اللعب في الأدوار المتقدمة من تشامبيونز ليج، أما نحن فسنسعى بكل قوتنا لبلوغ الدور النهائي. السودانيون الذين عانوا المد والجزر في الدور الشائك أنصفتهم الأقدار أخيرا، وهم بذلك عادوا من جديد لتاريخ الأضواء للنادي العريق، ومعها فرصة استفاقة للكرة السودانية. تأهل الهلال سيقوي الرصيد العربي في البنك الإفريقي. مرور على الأشواك نجحت في القيام به الخرطوم إلى المربع، وعلى بني هلال إكمال المهمة بذات الهمة. الأخضر نوالي، الجزيرة الرياضية، الدار البيضاء. وعلى ملعبه أكد إنيمبا النيجيري صدارته للمجموعة بفوز على ضيفه القطن الكاميروني بهدفين دون مقابل. من علامة الجزاء أنهى إنيمبا الفترة الأولى في المقدمة بهدف وقعه إفياني إيدي. انتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء يضاعف النتيجة من كرة ثابتة سددها فالنتين بنجاح وسط أجواء ممطرة أثرت كثيرا على مردود اللاعبين.